مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم مش باكله، لا هنعمل مع بعض وصفه حلوه كده من الهايلوكس ده. كنت عملت معاكم قبل كده صابون هايلوكس. كان حلو جدا جدا، وعمل معانا كميه وفيره جدا من الصابون السائل. هايلوكس منزل دلوقتي اللي هو الدوني، مركز، بيتعمل على 8 لتر من الميه، بجد حلو جدا جدا. ادخلوا شوفوا الريفيوهات عنه. مهما تزودي في الميه بيفضل تقيل، تمسحي بيه تحطيه في الهدوم، تحطيه في بخاخه ترشي منه كده في الشقه، بيبقى تحفه بجد، حلو جدا. نازل منه اللون الازرق واللون البامبي. انا النهارده جبت اللي هو الازرق ده، حبيت اجربه معاكم. انا استعملته قبل كده بس ما صورتش، وحبيت الفكره جدا، وحبيت ريحته وتركيزه وكل حاجه، فقلت بقى النهارده اعمله معاكم. الازازه دي تقريبا عامله 35 جنيه. طبعا في اماكن تاني بتبقى اغلى اقل حسب المكان اللي انت فيه. انا جايباها من عندنا هنا ب 35 جنيه، تمام، من عند اي حد بتاع منظفات او بتاع صابون. ده اللي هو الصابون الهايلوكس اللي عملته معاكم قبل كده، فيه طبعا منه بروايح كتير اهو. في منه بالليمون وبالتفاح، وده بصي بالبلسم وبالجليسرين، بيبقى حلو جدا عشان طبعا ايديكي وكده. بيتحط على 10 لتر ميه، نزل منه 8 لتر و5 لتر كمان. ده بالليمون اهو. ده بيتحط على 10 لتر ميه، وبتسيبيه ساعتين في الميه، وبعد كده تعبيه هتلاقيه تقل وبقى حلو جدا. الكيس ده جواه حاجتين بس، جواه الكريم، جواه المسحوق اللي هو ايه، البودر، بس كده. وبتحطيه على 10 لتر ميه، تزودي وتقلبي، اهم حاجه تقلبي ايه كويس. بس النهارده انا هعمل معاكم انا عملت معاكم الصابون ده قبل كده، النهارده هعمل معاكم اللي هو الدوني، تمام. الصابون هعمله مع نفسي. هعمل معاكم النهارده الدوني ده اهو. دي الازازه دي مركز، دي مركزه، بتتعمل على 8 لتر ميه. وعايزه اقول لك ان هتتقل كمان. هتشوفي معايا في الفيديو. اول حاجه عايزه اقول لك ريحتها فظيعه، هفضيها كده اهي كلها اهي، زي ما انت شايفه كده اهي. فضيتها كلها، هحط فيها شويه ميه، حامله الازازه دي ميه، هرجها كويس، مش عايزين نسيب منه اي حاجه. تحطيه بقى في الغسيل، تمسحي بيه، تعطري بيه كده في بخاخه. بصي بصي لما حطيت فيه ميه، بصي بقى عامل ازاي، بصي بينزل بالعافيه ازاي. ده لما مليت الازازه بس ميه، ما بالك بقى لما نحط ميه في بصي بصي عمل ازاي، عامل زي الكريم. مش هسيب اي حاجه، هزود ميه تاني اهو. بصي بصي قوامه تقيل جدا، بجد حلو. عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم تحت في التعليقات ايه. مية. ماما. روحي خلي جوجو تشربك ميه، يلا. ماما. حاضر. بصي كل ما بحط ميه بيتقل، بصي بصي دي الازازه وكانت فاضيه، بصي كل ما بحط ميه بيتقل ازاي. بصي انا مش عايزه اسيب اي حاجه في الازازه. عايزه حمام ولا تشربي؟ عايزه ايه؟ بصي عامل ازاي من جوه. هحط الازازه بتاعتي دي 2.5 من الميه، هعملها ايه 3 مرات، وحسب برضو ما الاقي قوامه معايا. هغسل ايدي وارجع لكم. بصوا انا قعدت املى في الازازه وادلق لحد ايه ما فضيتها خالص اهو، تمام كده. مش عايزين نسيب فيها اي حاجه. بعد ما حطيت بقى اول جيركن معايا زي ما قلت لكم، اللي حطيته ده كان 2.5 لتر من الميه، تمام. هقلب كده، اهم حاجه بقى ايه، تقلبي كويس جدا. الحاجات دي بتبقى عايزه تقليب حلو قوي، وبتديكي نتيجه بجد والله، بتبقى حلوه قوي. عايزه اقول لكم بصوا هو تقيل ازاي والله. تاني بصوا بصوا عمل ازاي. انا لحد النهارده من ساعه ما عملت معاكم تركيبه الصابون تقريبا داخله اهي في سنوي او سنتين. اه سنتين واكتر كمان صدقوني، ما بستغناش عنه. مواعين، سجاد، بغسل بيه حيطان،
يعني الصابون اللي هو السايل بتاع الهايلوكس ده انا بستعمل بيه كل حاجه. بغسل بيه سجاد، مواعين، بغسل بيه الحيطان، بستعمله في الحمام. بص كل حاجه كل حاجه والله بستعمل بيه الصابون الهايلوكس ده. بجد موفر وحلو جدا، ودلوقتي كتر جدا طبعا في السوق. وزي ما قلت لكم في منه ال5 لتر، وفي منه ال8 لتر، وفي منه ال10 لتر. ال10 لتر انا جايباه ب35 جنيه. طبعا اللي هو ال5 وال8 بيبقى اقل في السعر، تقريبا 30 و25. دي انا جايباها ب35 جنيه، اللي هي الدوني دي. جايباها من عندنا هنا في السويس، من اي محل بتاع منظفات. طبعا حسب بقى المنطقه اللي انت فيها اسالي عليه. بصوا عايزه اوريكم بقى. بصوا اول جيركن بصوا عمل ازاي قوامه. هحط الجيركن التاني برضو وارجع اقلب. ده كده يبقى انا حطيت 5 من الميه، 5 لتر من الميه. ده تاني جيركن. وطبعا كل ما كان تقيل بيبقى احسن يعني هو مكتوب عليه 8 لتر من الميه. انا ممكن احط 3 جيركن يعني 7.5. انا عايزه قوامه كده يبقى تقيل، على اساس كمان ايه ريحته تبقى فيه. مع اني والله هو ريحته اصلا يعني مش عايزه اقول لكم فظيعه، ريحته قلبه الدنيا كده، والمكان اللي انا بعمل فيه يعني قلبه المطبخ بجد. بصي كل ما بقلب كل ما قوامه بيتقل معايا. جربوه بقى وقولوا لي رايكم تحت في التعليقات ايه. اتمنى ان انتوا تجيبوه. يلا جربوه بقى وقولوا لي ايه رايكم فيه. انا عملت معاكم زي ما قلت لكم الصابون قبل كده وكان حلو جدا والله، وداخله اهو فوق السنتين والله ما بستغنى عنه. على طول بجيبه، حاجه كده موفره في البيت، وبستعمله في كل حاجه زي ما قلت لكم. كل حاجه بستعمله، بغسل سجاد بيه، حيطان، مواعين. بصي بعد ما حطيت تاني الجردل تاني جيركن، بصي عامله، بصي قوامه. بصي هفضل برضو اقلب كده، وهامله تالت جيركن وارجع لكم. وده كان تالت جيركن اهو، افضيه معاكم كده. يبقى انا حطيت 7.5 ميه، 7.5 لتر ميه. هو مكتوب عليه 8، بس انا هكتفي ب7.5 وهقلب وهشوف قوامه. احتاج تاني هحط، محتاجش زي ما قلت لكم انا عايزه قوامه يبقى ايه تقيل، مش عايزاه خفيف. طبعا ده يرجع لك انت. في ناس بتحط 10 لتر مش 8 وبيديها نتيجه حلوه برضو، بس هو مكتوب عليه 8. عايزه اوريكم قوامه بعد ما قعدت اقلب كتير قوي. بصوا انا هكتفي ب7.5 الميه اللي انا حطيتهم، مش هحط ميه تاني. انا يعني عاجبني قوامه كده اهو، وتقيل برضو. لو حابه تزودي ميه تاني زودي. عايزه اقول لكم ان انا استعملت ايدي كمان يعني مفيش مشكله. بصي قوامه عامل ازاي، حلو جدا. ومش عايزه اقول لكم الريحه كمان قلبه الدنيا والله. برضو هفضل اقلب، انا مش عايزه فيه اي تكتلات، هو لسه فيه تكتلات كده بسيطه. هفضل اقلب كده. لو عندك بقى مضرب كده استعمليه، يعني هينجز معاكي. بس عايزه اقول لكم التجربه بجد فعلا حلوه جدا جدا. اتمنى 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 ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم تحت في التعليقات. انا متاكده واثقه ان هي هتعجبكم بجد والله. هعبيه بقى كده وهخلصه وهوريه لكم. انا دلوقتي بقى خلصت اهو، هعبيه وهوريكم بعد ما اعبيه. وده كان النتيجه بتاعته تحفه، تقيل جدا وريحته حلوه قوي قوي قوي. اتمنى بجد ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم تحت في التعليقات. هو سعره مش غالي وعمل معانا كميه حلوه جدا اهو. ده الدوني. عايزه اوريكم كانت، افكركم ازاي كانت قد ايه وعملت معانا كميه حلوه قد ايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش باللايك، واقول لكم مع الف سلامه. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي.